السلام عليكم ميزيلاف خوتي خواتاتي، ان شاء الله قاعد تكونوا بيان. الموضوع تاع اليوم اللي هو كيف تعرف ان المرأة لا تحبك، واللي هذا هو سبب ثاني من اسباب الطلاق. ما نكونوش انانيين وما نهضروش غير على اشبه الرجال، ونهضروا ثاني على اشبه النساء واللي هما فئة قليلة مي لازم نهضروا عليهم، باسكو كاين بزاف ساكن رجال لي زون تاع الصح ناويين الحلال يطيح في وحده ما تبغيش، يعني تكرهها. كاين فرق بين ما تبغيش بصح يعجبها، وكاين فرق بين ما تبغيش وتسكرها وحتى توصل لمرحله وين تعيفها. يعني ماشي كيف على بالي باللي غادي اغلبيه النساء ما يعجبهمش الفيديو ويقول لك يا ودي راك جايبها مورانا. لا، مانيش جايبها موراكم، ومانيش نتكلم على اغلبيه النساء مي على اشباه النساء واللي هما فئه قليله، لانه كاين شعل من وحده تكون تبغي واحد وربي ما يكتبش بيناتهم وتعاود حياتها وتعاود تتزوج، بصح تتزوج مع واحد اللي كاع ما تكونش تبغيه مي يعجبها. انسان يكون يعجبها تقول لك انا هذا قابله نتزوج به تعيش معاه نورمال، وبالوقت تولي تبغيه وتنسى هذاك الاول، يعني عادي هذه. بصح كاين وحدين اللي تتزوج بواحد وهي ماشي باغياته وكارهاته، اللي مسيفين عليها لا غالب. جماعه اللي مسيفين عليها لا غالب عليها هي نورمالمون زواج ماشي بالسيف، انتيا راكي معذوره. اما اللي تتزوج بواحد غير باش تتذكر في الاخر، ولا غير باش تجيب اطفال تقول لك انا هذا ليسونسيال نتزوج نجيب اطفال وصاي، وهي تسكرها ماشي حاملاتها، ولا على جال تقول لك انا هذا نعيش معاه غايه نتزوج وصاي، وهي ماشي حاملاتها وكرهاتها. يعني غادي بالوقت هو غادي مسكين يكره حياته، كيتلقى مسكين حياته هو يلم حياته هو يدير في سكنه حياته باش يجيب وحده ماشي قابلاته وتسكرها وتعيشه في الويل ويندم نهار اللي يتزوج. اسكو هذه ترضوها الخوك؟ اسكو ترضيها الخوك؟ دونك ثاني نهضروا على اشبه النساء. دونك قبل ما نبدا ديروا لنا جماجم. نبدو بالعلامه الاولى واللي هي لا تتكلم معك كثيرا ولا تريد الكلام معك وتسمعك فقط. يعني انت غادي كي تعيط لها هي غادي تشوف هكا في النيميرو وتقول صامت، ولا كاع تريبوندي عليك دير لك هاك الو كي راك غايه لاباس صافا تاك غايه صافا. ايوا انت هاكا هو عمري توحشك شدتي اليوم ما درت والو ما اني كارهه اني مديقوتيا اني مريضه. يا ودي صحبتها ديروها ولا ما ديروهاش؟ على بالي راكم تضحكوا وتقولوا سي كاينه منها. اذا اخي العزيز كي تشوف وحده ما تبغيش تهضر معاك بزاف وتبغي تليك يديك كملوا ادنونول. الحاجه الزوجه اخي العزيز واللي هي لا تضحك معك كثيرا. يعني انت هاكا تضحك فيها قال لي اليوم انا صاحبي عندك جدرنا وهي دير لك هاكا مهابيل لا ديروها ولا ما ديروهاش؟ تلقاها ما تضحكش معاك، يعني عكس وحده تكون تبغي تهضر معاك هي تقول لك ما تكوبيش، تقول لك عمري حابك زيد شويه، هي تجبد لك لي سوجي تقول لها حاجه تافهه تقعد هي تضحك من قلبها. صحيح. نروحوا الحاجه الثالثه واللي هي لا تقسم معك فرحتها ولا حزنها. يعني قاعد تكون فرحانه، يعني دات الباك ولا دات لا ليسونس ولا مانيش عارف انا اي فرحه ما تروحش تحكي لها، عكس تكون تبغي واحد تعيط لها قال عمري عندك شصرا لي اليوم وربعت ودرت ومنا تكون فرحانه معه. ولا كي تكون مديكوتيا ما تعيطلكش ولا تقول لك زعما تحكي لك شصرا لها ولا زعما شي حاجه اللي نرفتها، ولا حتى انت وين ديكوفري وتسقسيها مالكي وعاد باش تحكي لك. عكس وحده تكون تبغي واحد ديريكتومون تعيط لها تقول لها عمري مانيش مليحه انا باغي نحكي لك، باسكو هو الحاجه الوحيده اللي يطلع لها المورال اخي المواطن. كاين ثاني علامه واحده اخرى واللي هي لا تغار عليك، ما تغيرش عليك، ما عندهاش غرام تاع غيره من جهتك. بغيت تخرج، بغيت تدخل، بغيت تبخر انت وصحابك، بغيت تحرق، بغيت الله يسهل عليك الله يسهل عليك، ما تقول لك وين كنت، ما تقول لك مع من كنت، ما تغير عليك، ما تتنرفى عليك، ما تقول لك تليفونك شكون اللي كنت تهضر معاه، ما تغيرش عليك. شغل لا يهمها امرك. صحيح. حاجه واحده اخرى ثاني واللي هي سريعه الغضب وسريعه الانفعال معك. يعني حبس هنا باش ما تغلطوش، هنا كاينه نقطه، كاينه اللي انت دير غلطه يعني هي تغير عليك غادي تكون سريعه الغضب وسريعه الانفعال بين هذه مي على جال غيره.
اما الا انت مانيش عارف انا غلطت معاها في هضره ولا جو سي با، ولا ما تفاهمتوش على حاجه ولا هكا حاجه تافهه، هي صاي تزعف وتنفعل وتحوس غير باش تدابز معاك، وباش يكون كاين شي جار، تكون كاين شويه لا ديستونس، وتلقى شويه راحتها كشغل تهنا من جهتك، سواء كنت راجلها سواء خطيبها سواء كشغل تريح منك هذيك السيمانه ولا كان جور ولا شهر، ولا تريح منك تحوس غير كاش حاجه النار تشعل. ايه تفكرت حاجه، كاين واحد النقطه غادي تقولوا لي لا راك غلط، ودي فوا المراه ميم تكون تبغي واحد وما تكونش منيحه وتكون زعفانه وما تكون على بالي، بلي كاع هادو النقاط قادر ميم تكون تبغيك وديرهم، مي ديرهم في فتره قصيره، يعني كيما نقولوا خطره في الشهر، خطره في شهرين، خطره في 3 شهور، خطره على خطره وين ما تحسش تكون انديسبوزي، تكون مريضه، تكون ماشي منيحه، تكون راكم فاهمين، مي تكون في فتره قصيره تعاود تولي كيما كانت، تولي تبغيك تغير عليك وكاع. انا راني نتكلم على فتره دائمه، يعني كاع المده تاع العلاقه تاعكم ولا تاع التعارف تاعكم تكون فيها هادو العلامات باش تكونوا متفاهمين. وكاين واحد ستوتات نجبدكم انا حاجه ما نخليهاش. كاين واحد الستوتات اللي في الفتره الاولى تلعبها لك، دير لك هادو الصوالح، تلعبها تغير عليك، تسقسي عليك وكاع باش انت تامن، مي قد ما تضمنك وتعرف باللي سي بون غادي تتزوج بها، من بعد مر الزواج شوف هادو الصوالح، يعني باش ما تغيبلكش، يعني تكون غير في فتره قصيره تقعد تمثل بلي انها تغير عليك وكاع، ومن بعد كلشي يحبس صحيح. يعني هنا خاصك تتاكد مليح اسكو هادو الصوالح اسكو هما يجوا باينين، تجي باينه وحده كي تكون تمثل ووحده كي تكون هاكا من قلبها صحيح، بلا ما ندخلوا في الديتاي. الحاجه بعد اخرى للمتزوجات، ولانها تفعل المستحيل لكي لا تكون بينكم علاقه حميميه، يعني دائما دير لك السبب بلي راها مريضه، راها عيانه، ماش قاده، ولدها راه مريض، بنتها راه مريضه، تروح ترقد مع ولادها، قال لك راه مرض ولا ما مشي مليح، ولا تحوس تجيب اختها، كاين اللي تجيب اختها تقعد عندها بالسيمانه بالكان جور بالشهر، اختها عندها في الدار، وهي يعني كاين اللي تجيب اختها مي تعطيها الشومبره وهي راه مع راجلها عادي، مي كاين اللي تجيب اختها باش تقعد تبات معاها في الشومبره. كنتش نعرف على غالب ربي عطاني، ما عطاني الزين، ما عطاني دراهم، ما عطاني والو، عطاني غير التحلاب. كاين اللي تجيب اختها باش تروح تبات معاها في الشومبره وتتهنى من راجلها، يعني تفعل المستحيل باش ما تكونش بيناتكم علاقه حميميه، لانها لا تطيق وجهك. من الاخر اخي العزيز. وثاني كاين واحد العلامه واحده اخرى، واللي هي انها تريد الذهاب الى اهلها كثيرا، تبغي تروح لدارهم بزاف، يعني كل خطره تقول لك كاينه طهاره، كاين عرس، كاين الاخرى اختي راها عرضتني، خالتي راها عرضتني، تحوس غير باش تهرب منك، وتروح. كاين اللي تقعد بالسيمانه في دارهم، كاين اللي تقعد بالشهر، كاين اللي تقعد بالشهرين، كاين نورمال ما على بالهاش، ما على بالها براجلها، ما على بالها شي ياكلش ما ياكلش، تروحي عند اهلك ماشي مشكل، يعرضوك ماشي مشكل، مي ماشي كل خطره، يعني الا كان تروحي عند داركم، يعني الا كان الاهل تاعكم يسكنوا بعاد وتروحي عندهم خطره في الشهر وتباتي نهار ولا يومين معليش، بصح ماشي كل سيمانه تروحي تباتي يومين ثلاثه، كل سيمانه يومين ثلاثه، هي اصلا علاش تزوجتي؟ تما هنا اخي عرف باللي راها تحوس تتهرب منك وماش باغيه تقعد معاك في الدار، ولا كاين اللي سيتو اللي يكون عندك نوفو ماري ودير لك هادو الطبايع تاع تروح لدارهم، يعني باش تهدر مع عشيقها. سمحتني خويا، انت هكا بنيتك مرتك تديها لداركم يعني عادي نورمال، بصح هذيك اللي انتوما عادك نوفو ماري، انتوما عاد بسم الله عاد جدد، عاد ديك الحلاوه العرس، وهي تقول لك اديني لدارنا، وتروح وتبات باليومين بالثلاثه بالسيمانه في دارهم، يعني ماشي يعني كيما نقولوا كيف نفهمك باش هكا باش يكونوا متفاهمين، يعني الا شفت كاع هادو العلامات الاولى اللي قلتهم ومعاهم هذه تقد تشك فيها. اما الا شفت المراه تبغيك وشفتها باغيه تبات زعما في دارهم يومين ولا ثلاثه، يعني هنا ما عندكش علاش تشك فيها باش يكونوا متفاهمين صحيح. بصح الا شفت العلامات الاخرين عرف باللي كاينه حاجه وتروح باش تتلاقى، كاين اللي كاع تتلاقى مع عاشقها، يعني انت خداعه من الاخر. والعلامه الاخيره واللي هي لا يهمها اذا كنت غاضبا، ولا تطلب السماح اذا كانت مخطئه. هذه باش ديرها في راسك، يعني انت يعني الا هي
دارت غلطه وانت تنرفيت منها، وحده كي تكون تبغيك اوتوماتيكمون تجي عندك تقول لك والله عمري وانت نويتها وماشي كيما هكا ومنا، وإلا غلطت تقول لك يا ودي غلطه وصرات عمري اسمح لي. اما اللي ما تبغيكش العكس، انت راك منرفي راك غاضب، وهي تجي عادي ما على بالهاش وتزيد تزيد ما تستعرفش بالخطا تاعها، وعمرها ولات تقول لك اسمح لي، تقول لك يا ودي غير انت راك موسوس، وغير انت دائما كيما هاك تزيد تروب فيك اللوم، وتزيد هي تقعد تزقي عليك تقول لك غير انت راك موسوس وغير انت منا، وانا ديجا قلت ما قلت والو، وانت بروحك كيما هاك، وانت بروحك كاع العام هاك، وانا بروحي غير راني صابره معاك بالسيف راك فاهم كي شغل كاع داك كاع داك اللي كانت مشرجياته انت منرفي باش تطلب منك السماح، نو تزيد تروح فيك اللوم وتزيد تخرج كاع اللي في قلبها. دونك هادو العلامات اخي العزيز، هذه المراه تكرهك. دونك قبل ما تتزوج بها الا شفتهم ايفيتي خويا باش ما تتزوج بها ومن بعد توصلوا للطلاق. دونك ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو خوتي، تهليت فيكم كاين بزاف تعليقات قالوا لي خويا تهلا فينا، ها راني تهليت فيكم خاطرا يا راكم عارفين. دونك كما العاده والعوايد اللي خاصها متابعه ولا كوتشينغ ولا استشاره، ها الانستغرام تاعي كاين بزاف لي فوكون، دونك هذا هو الانستغرام تاعي فيه 30 متاع ليكم على بروشين. واه